وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله. بعد فتره طويله ما عملتش فيها فيديوهات. ولما جيت بدأت كده من شهر بس. كلنا طبعا عشان عارفين الظروف اللي حصلت في فلسطين لأهالينا في فلسطين. مفيش في ايدينا غير الدعاء ليهم ان شاء الله، وربنا ينصرهم ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفه كلنا بنحبها، صغيرين وكبار، مفيش حد طبعا بيختلف عليها، البيتزا. بس النهارده هعملها بطريقه بسيطه. طبعا هعملها بطريقه يعني هحط فيها حاجه جديده هتشوفوا معايا في الفيديو. يعني احسن من اللي احنا بنشتريها من بره. طبعا احنا كنا بنشتريها بمبلغ وقدره، ودلوقتي طبعا مش هنقدر نشتريها من بره من اماكن معينه. يلا بقى مع بعض نبتدي في وصفتنا ونشوف هنقدم ايه. نبتدي في وصفتنا. انا معايا هنا نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق يعمل حوالي 3 كوبايات ونص، من 3 كوبايات ونص ل 4 كوبايات. الدقيق ده انا نخلاه، يعني الدقيق دي انا نخلاه قبل ما ابدا في الوصفه. انا قلت ايه اسرع في الوقت عشان ما ياخدش من وقت الفيديو. والدقيق جميع الاغراض هنزل عليه بالمواد الجافه. عندي هنا معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره خميره زي ما انتم شايفين. معلقتين ممسوحين سكر كده اهو. رشة ملح بسيطة بعيدة عن الخميرة. هضيف عليهم معلقتين كبار لبن بودرة. اللبن بودرة هنا اختياري، لو انت حابة تحطيه مفيش مشكلة زي ما انت عايزة، لو مفيش مش متوفر مفيش مشكلة عادي يعني. 1 2 معلقتين لبن بودرة. خلاص كده هقلب المكونات الجافة دي مع بعض. هنقول تاني انا حطيت ايه. معلقة كبيرة خميرة، معلقتين ممسوحين سكر، رشة ملح، معلقتين كبار لبن بودرة ممسوحين برضه. لو انا بقى مش متأكدة من الخميرة هعمل ايه، هجيب نص كوباية مية دافية وعليها من السكر برضو اللي انا حطيته معلقة كبيرة منهم، ومعلقة كبيرة خميرة، واسيبها بس لمدة 5 دقايق جاينا جنبي عقبال ما احضر الدقيق، وعقبال ما احضر المكونات. هتكون ايه عملت فقاقيع. اعرفها ازاي ان هي اتخمرت؟ هتكون عملت فقاقيع في الوقع على وش العجينه. طبعا انا هغطيها بعد ما احط المكونات دي كلها، هقلبها واسيبها بتاع 5 دقايق 10 دقايق. هكون مغطيها، هبص الاقيها فارت شويه كده وعملت فقاقيع، الفقاقيع بتاعتها. فايه كده خلاص يبقى هي اختمرت، الخميره اختمرت. هروح منزلاها على الدقيق والمكونات كلها. انا خلاص كده قلبت الدقيق بكل المكونات الجافه. هنزل بقى بتلات اربع كده، حوالي يعني 3 4 معالق من الزيت. ادي معلقه، 2 3 4 معالق، 4 معالق يعني يعملوا حوالي بتاع ربع كوبايه زيت بالظبط كده. هنقلب بقى كل المقدار مع بعض، كل المقادير اللي انا حطيتها، المكونات الجافه والزيت، هنقلبهم كده مع بعض لحد ما كله يختلط ببعضه. هنا طبعا هنزل بالميه. الميه عندي كوبايه ميه دافيه. طبعا انا مش هقدر احدد لك الميه الدافيه قد ايه. انا معايا هنا كوبايه. الدقيق اللي معايا اللي انا جايباه، انا جايبه دقيق جميع الاغراض. ممكن في دقيق للبيتزا، في دقيق للمعجنات، زي تجيبي زي ما انت عايزه. انا جايبه النهارده الدقيق ده لجميع الاغراض، بس مش هقدر احدد كميه الميه لان كل دقيق بيختلف عن الدقيق اللي قبله. يعني انا هنزل كده اهو بشويه ميه صغيرين وهعجن. هقلب وبعدين ايه هبتدي اعجن. طبعا انا هعجن بايدي عشان يا جماعه انا مش بعرف ارتاح في الكلابز بصراحه، بيضايق في العجين. هبتدي هنزل برضو حبه ميه واعجن كده برضو. وانا بعجن كده اشوف
اذا كانت العجينه محتاجه ميه او ولا لا. كده هنزل برضو بشويه ميه كده اهو، واعجن واستمر كده في العجن لحد ما الاقي، افضل اعجن كده لحد ما الاقي اذا كانت العجينه محتاجه ميه او خلاص كده استكفيت بكميه الميه. ممكن تحتاج كوبايه او اكتر، يعني ممكن كوبايه وربع، كوبايه ونص، على حسب الدقيق نفسه. انا كده اهو خلاص العجينه هتبقى معايا حلوه لما انا هبتدي اعجن فيها كده شويه. هي دلوقتي كده ملزقه بس لسه ما خدتش راحتها في العجن. يعني انا دلوقتي هقول لكم مقدار الميه انا خدتها ما كملتش الكوبايه، يعني بتاع كوبايه الا ربع كده. طبعا الدقيق اللي انت هتستعملي غير الدقيق بتاعي، فعلى حسب ما ياخد كميه الميه. هبتدي اعجن وارجع لكم بعد ما اخلص عجن. انا هنا يا جماعه وانا بعجن لما جيت عجنت فيها شويه، لقيت العجينه محتاجه شويه دقيق، لقيتها بتلزق في ايدي شويه كده. هبتدي انزل بمعلقتين كبار من الدقيق زي ما انتم شايفين، واعجن، افضل اعجن فيهم لحد ما تديني القوام اللي انا عايزاه. انا خلاص خلصت عجن في العجينه زي ما انتم شايفين اهو. هطلعها بس من البول عشان اوريها لكم. عجنت فيها لمده بصراحه يعني اكتر كده من 10 دقايق. كل لما اعجن فيها كويس كل ما تديني نتيجه كويسه، يعني ما بتلزقش، العجينه طريه زي ما انت شايفه وناعمه. كل ما تعجني فيها كل ما هتديكي نتيجه كويسه. انا دلوقتي هعمل ايه، هسيبها في البوله بس هدهنها شويه زيت. هدهن الارضيه بس كده شويه زيت كده اهو، وهدهن على وشها زيت علشان ما تنشفش او تعمل مثلا قشره على الوش كده مش هتبقى حلوه. وهغطيها. انا طبعا هغطيها بستريتش او كيس تلاجة عادي، وهغطيها بفوطه وهسيبها في مكان دافي. طبعا احنا علشان الجو اليومين دول برد ومش ممكن ما تخمرش كده بسرعه، المفروض ان انا اقعدها ساعه على حسب طبعا الجو عندك. احنا عشان في الشتاء فهعمل ايه، هغطيها وبالستريتش او بكيس نايلون. هولع الفرن، هشغل الفرن بس لمده 5 دقايق او 10 دقايق واطفيه. هشغل الفرن لمده 5 دقايق او 10 دقايق واطفيه واحطها في الفرن. هبص الاقيها تخمر بسرعه. ده في حاله لو الجو، لو الدنيا برد وكده. هو احنا عارفين اليومين دول الدنيا برد. بس وهطلعها بعد الفتره دي ساعه هبص الاقيها خمرت. انا هغطيها طبعا دلوقتي بستريتش. انا هغطيها طبعا قدامكم بستريتش كده اهو كويس. وهغطيها بفوطه واسيبها لمده ساعه. بعد ما تخمر هرجع لكم تاني ان شاء الله. العجينه خلاص خمرت اهي زي ما انتم شايفين وعليت. هبتدي بقى اشيل الكيس البلاستيك كده اهو، وافضي منها الهواء. افضي منها الهواء كده اهو والمها. عجينه طريه وهشه، شايفين العجينه عامله ازاي. هبتدي بقى اقسمها، بس قبل ما اقسمها هجيب بس الصينيه اللي هعمل فيها. هقسمها كده نصين زي ما انتم شايفين اهو. النص كيلو عمل لي بيتزتين يا دوبك، يعني بالظبط كده هتطلع معاكي العجينه مقدار بيتزتين. العجينه جميله وطريه زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى افردها في الصينيه. انا كده خلاص فردت العجينه في الصينيه. بس قبل ما افردها دهنتها شويه زيت كده بالفرشه. بس طبعا انا فردتها عشان ايه، اسرع بس من وقت الفيديو ما اطولش عليكم. هبتدي اخرمها كده بالشوكه. انا بخرمها كده بالشوكه ليه،
علشان ما تنتفخش، ما تبقاش مرفوعه كده قوي، يعني بتبقى عامله كده زي العيش، فكده احسن عشان ايه تطلع رفيعه ما تبقاش سميكه كده اهو. فرمها كده بسيط. النهارده انا هعمل الحشو بتاع البيتزا بصوص الرانش. انا صوص الرانش ده كان عندي، فقلت استغله واعمل بيه بيتزايه كده النهارده. و... وهعمل كمان فراخ الكرانشي، كان عندي بواقي فراخ كرانشي، فقلت برضه اعمل بيها في البيتزا، اعملها في البيتزا. وجبنا الموتزاريلا والفلفل الالوان والزيتون. طبعا احنا بنشتري او بنروح المطعم بناكله البيتزا الرانش دي، طبعا اسعار طبعا بتبقى غاليه، فانا قلت ليه يعني ما نعملهاش في البيت، فنجربه النهارده بالصوص الجميل ده، هو هيعجبكم ان شاء الله. هنزل قدامكم كده بالصوص زي ما انتم شايفين. ده بدل الصوص الاحمر بتاع الطماطم العادي اللي احنا بنستعمله في البيتزا، يعني ده حاجه والصوص التاني حاجه تاني خالص. في ده كده على كل الصينيه كده اهو. خلاص كده هعمل ايه بقى تاني؟ هنزل بقى الفراخ الكرانش دي الجاهزه. خلاص كده انا فردت الفراخ. هبتدي انزل بقى بالفلفل الالوان اخبطه كده على بعضه. كده اهو. بعد كده الجبنه الموتزاريلا على وشها كده، مش كتير يعني بسيط. احنا بنعمل في بيتنا كده عادي، ما بنلبس جوانش ولا اي حاجه، لان احنا اللي هناكل طبعا الاكل دوت. هنحط بقى بعد كده ننزل بالزيتون، مش كتير برضو كده، يعني حاجات بسيطه. بعد كده هحط رشه زعتر بسيطه كده اهو، بس بسيطه خالص. انا هدخلها كده الفرن، طبعا انا مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره عندي 200، هيكون سخن طبعا زمانه سخن. هدخلها الفرن وبعد ما تطلع ان شاء الله هوريها لكم. انا فردت برضو العجينه التانية في الصينيه زي ما عملت في الخطوات الاولانيه، عملت في الصينيه التانية وخرمتها برضو زي ما عملت في الصينيه الاولانيه. دلوقتي بقى انا هعمل البيتزا دي هعملها بصوص الباربيكيو. خلاص كده الصوص ده يا جماعه اللي انا بستعمله، سواء صوص الباربيكيو او صوص الرانش، دي صناعه مصريه. انا عدلت اهو عشان تشوفوا الماركه اللي انا بستخدمها، دي صناعه مصريه. احنا لازم يا جماعه نشجع الصناعه المصريه.
جاء الوقت طبعا ان احنا نشجع منتجات البلد بتاعتنا، الصناعة بتاعتنا. بس كده خلاص. نحط حبة تاني صوص الباربيكيو عشان شايفاه كده ايه شوية. بس كده كده اهو خلاص. انا بقى دي هحشيها بايه؟ هحشيها بالفراخ البانيه. انا جبت صدور الفراخ. انا عملتها ازاي اقول لكم. جبت صدور الفراخ طبعا، غسلتها بالخل والليمون والملح كويس قوي. بعد كده شطفتها، بعد كده قطعتها قطع صغيره زي ما انتم شايفين. شوحتها بشويه زبده كده اهو على النار، بشويه ملح وفلفل وشويه بهارات فراخ صغيره وشويه بابريكا صغيره خالص. بعد ما شوحتهم طلعوا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هبتدي انزل بيهم على انا خلاص كده فردت قطع الفراخ على البيتزا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل بالفلفل الالوان برضو زي ما عملت في الصينيه الاولانيه. اوزعه كده. خلاص كده حطيت الفلفل. انزل بقى بالجبنه الموزاريلا. كده اهو، اوزعها كلها برضو كده على كل اللي في الصينيه. خلاص كده اهو وزعتها. خلاص هنزل على وشها كده بقى بالزيتون. هو ده اللي فاضل بس في المكونات وخلاص كده. وسريعا كده اهوت هحط بس ايه زي ما عملت رشة الزعتر في الصينية الاولانية. هعمل برضو نفس الحكاية، رشة بسيطة بس كده. مش عايزة زعتر خلاص براحتك ما تحطيش. خلاص كده انا خلصت الصينية. هدخلها الفرن برضو زي الاولانية وهرجع اوريهم لكم ان شاء الله. البيتزا اهي خلاص قدامكم طلعت من الفرن. الريحة بصراحة هنا تحفة. هبتدي بس اوريها لكم من تحتها، من تحت البيتزا قعر عامل ازاي. اما تلاقوها طالعه اما تلاقي اللون ده كده بالشكل ده يبقى خلاص كده هي استوت. ونفس دي صوص الرانش، ودي البيتزا بالصوص الباربيكيو برضو نفس الطريقه. من تحت مستويه واخده لون ومش بتلزق. يعني انا ممكن اقطعها كده بمنتهى السهوله علشان اوريها لكم ان هي ملزقتش. بس انا عشان التصوير وكده مش هقدر اقطعها. خلاص الفيديو خلص خلاص على كده. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويعمل لايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله.